معايا هنا كيلو من البدنجان، هبدأ ان انا اقشره. هقشر كل البدنجانية، مش هسيب فيها ولا قطعة من القشر. شرايح كده زي ما احنا شايفين وانا بخرطها اهوت. تمام. وبعد ما هخرطها شرايح هبدأ ان انا اخرطها لمكعبات. تمام. هخلص بقى كل الكمية بالشكل ده، وهبدأ ان انا احطها في بولة واحط عليها كده معلقة ملح كبيرة، وهبدأ اقلب فيها الملح كده عشان بس تصفي المية بتاعتها وما تشربش معايا الزيت. معايا بقى 4 بطاطسات كده او حسب الكمية زي ما تحبوا، قشرتهم وهقطعهم برضو لمكعبات صغيرة بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده. وبرضو هنغسلها و هنبدأ بقى ان احنا نقطع كمان 4 فلفلات كده، فلفل اخضر او زي ما تحب. لو عندك فلفل الوان مفيش مشكلة، بيديها طعم وقيمة غذائية اعلى كمان. هقطع برضو الفلفل بالشكل ده لمكعبات. جيت هنا بقى في طاسة حطيت فيها يعني ما كملش ربع فنجان زيت. هبدأ احط كده مكعبات البطاطس وهسيبها لحد ما تاخد لون، وهبدأ ان انا اقلبها للناحية التانية. وكانت خلاص هنا استوت معايا، طلعتها كده في مناديل مطبخ في المصفى عشان مش عايزاها تكون طرية قوي، عايزاها برضو تكون فيها حتة قرمشة كده. تمام. بوريها لكم اهي. هبدأ بقى ان انا احط البدنجان. حطيت البدنجان كله مرة واحدة علشان ما يعني ما استهلكش زيت كتير، وبصراحة يعني لا ما شربش الزيت خالص. تمام. حطيت كل كمية البدنجان اهيت، وهسيبها تستوي. مش هقلبها الا لما تاخد لون من تحت، وبعد كده اقلبها على الاتجاه التاني. طبعا اول لما استوى البدنجان من ناحية، قلبته على الناحية التانية، وبدأت ان انا إيه اخرجه عشان خلاص كان استوى واخد اللون معايا المظبوط. تمام كده. تمام كده زي الفل. ببدأ ان انا اصفيه. حتى اللي بينزل من البدنجان ده مش زيت يا جماعة شربه ولا حاجة، ده العصارة بتاعت او مية بتبقى موجودة في البدنجان. تمام. حطيت كده الفلفل بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، وهبدأ برضو اقلبه شمال ويمين. عايزة اقول لكم يعني حبة الزيت اللي انا حطيتهم كفوا معايا تحمير كل المكونات اللي معايا، البدنجان والفلفل والبطاطس كمان. تمام. وهنبدأ برضو ان احنا نكمل فيهم بقية تسوية الوصفة بتاعتنا النهاردة. احنا اكيد عرفنا احنا بنعمل ايه. بنعمل احلى مسقعة بطريقة يعني كلوها على طريقتي انا وشوفوا النتيجة هتبقى عاملة ازاي. دي طريقتي يعني على طول بستخدمها بالشكل ده، ما بغيرش فيها بصراحة يعني، لان طعمها حلو قوي. عايزة اقولك كان في ناس ما بتحبش تاكل اصلا المسقعة، ولما دقيتها من ايدي قالوا ما شاء الله طعمها حلو جدا، وما بطلوش اكل فيها. هنا حطيت في نفس الطاسة اللي باقي فيها شوية الزيت. يعني شوفوا حبة الزيت عملوا لي قالوا لي كل الحاجات اللي معايا، وبقى كمان شوية زيت كملت فيهم بقية التخديع. تمام. حطيت هنا شوية توم كده، حوالي معلقة توم كبيرة، حمرتها يعني كانت لسه هتدخل في التحمير قوي. حطيت عليها معلقة كزبرة. وهنا التركاية بقى، مش كل الناس بتحط كزبرة في المسقعة. وبعد ما طلعت ريحة الكزبرة وشمتها، بدأت ان انا انزل عليها بمعلقتين من الخل. يعني عملت لها طشة زي بتاعة الملوخية كده. تمام. بيبقى طعمها حلو قوي. نزلت عليها باربع طماطمات متقطعين مكعبات بالشكل ده، وحطيت بقى كمون وشويه فلفل اسود صغيرين كده، والملح بتاعي وشطه بقى. حطي شطه على قد ما تقدري لو انت بتحبي الحاجه سبايسي. تمام. هبدا بقى ان انا احط كمان معلقه معجون طماطم اللي هي الصلصه، وهقلب كل المكونات دي مع بعضها بالشكل ده، وهسيبها تتسبك بقى مع بعضها لحد ما كل حاجة تندمج في بعضها كده بالشكل ده. هبدأ احط عليها بقى البدنجان والفلفل والبطاطس اللي احنا حمرناهم سوا مع بعض دلوقتي، وهقلب كل الكلام ده مع بعضه، وهسيبها تاخد شكشيكة كده على النار، كل الحاجات تندمج مع بعضها وتشرب من التخديعة. اسفة جدا على صوتي. وهبدأ ان انا اقلبها بقى واسيبها يعني كل حاجة تطرى وتاخد يعني من طعم بعضها. تمام كده زي الفل. لو وصلت لحد هنا بقى ما تنسيش تعملي لايك وشير ومتابعة للصفحة هنا كنت خلاص خلصتها بقى، وبدأت ان انا اقدمها. كنت عاملة معاها الاكل الجميل ده، ويا رب الفيديو يكون نال اعجابكم ويكون خفيفة وظريفة عليكم النهاردة. واستنوني في وصفة جديدة ان شاء الله بكرة، واسيبكم في رعاية الله وامنه. مع السلامة.
هنا كنت خلاص خلصتها بقى وبدأت ان انا اقدمها، وكنت عاملة معاها الاكل الجميل ده. ويا رب الفيديو يكون نال اعجابكم واكون خفيفة وظريفة عليكم النهاردة، واستنوني في وصفة جديدة ان شاء الله بكرة، واسيبكم في رعاية الله وامنه، مع السلامة.